في ناس بتدي من غير حساب ومن غير ما تستنى مقابل من حد، بس فجأة بتكتشف ان كل اللي حواليها كانوا بياخدوا من غير ما حتى يسألوا انتي محتاجة ايه. وهنا الحقيقة بتبان والوشوش بتقع. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، وتعالوا نحكي الحكاية. كانت دايما اول واحدة ترد على التليفون، لما حد يعيط اول واحدة تسيب اللي في ايديها وتروح وتشيل، أول واحدة تسامح وتعدي وتبتسم علشان ما تكسرش اللي قدامها. كانت دايما بتدي حب ووقت ومجهود وطاقة، بس في يوم تعبت وقعدت تستنى اللي عملت معاهم خير يردوا الجميل. استنت كلمة حلوة أو حتى ازيك عاملة ايه، ومفيش حد جه. اكتشفت ان العطاء الكتير بيكشف الناس مش بيقربهم، وانك لما توقفي العطاء هتعرفي مين كان بيحبك ومين كان بيحب ياخد منك بس. ولو وصلتوا لحد هنا فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك كومنت جميل منكم في الصلاة على الحبيب. وعايزة اقول لكم ان العطاء جميل، لكن لازم يكون للناس اللي بتقدر، مش الناس اللي بتاخد وتسيبك تنزفي. هتشوفي وشوش على حقيقتها، وساعتها بس هتفهمي ان الغالي هو اللي بيخاف يخسرك، مش اللي بياخدك ضمان. وكده الحكاية خلصت يا حبايبي. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا أغلى الناس.